مع انتهاء الجوله السادسه من بطوله الدوري المصري، يلا بينا نختار افضل تشكيله في الجوله السادسه او افضل 11 لعيب في الجوله السادسه. يلا بينا. في حراسه المرمى هلعب بمحمد صبحي. محمد صبحي اللي مقدم مستويات خرافيه بسم الله ما شاء الله الفتره الاخيره، بسم الله ما شاء الله. على اليمين الكابيتانو عمر جابر، عاش والله العظيم يا عمر، قدم ماتش جامد جدا 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 قدام النادي المصري. جنبه اللعيب اللي انا متفاجئ منه بصراحه، يعني اللي كان عندنا ما كانش شغال وراح هناك خد مان اوف ذا ماتش وكان مكسر الدنيا بصراحه، مصطفى الزناري. انا مش عارف العيب فينا ولا فيك ولا في ايه بالظبط، انا مش عارف يا زناري. جنب الزناري هاخد محمد اسماعيل صفقه نادي الزمالك الجديده، اللي قدم ماتش جامد جدا وكان اول ماتش ليه بالمناسبه، يعني كان اول ماتش ليه قدام المصري، يعني اول ماتش ليه بتيشيرت نادي الزمالك، وظهر بالمستوى الجامد اللي احنا شفناه ده ما شاء الله. على الشمال هاخد يحيى زكريا مدافع غزل المحله. خش لي على نص الملعب، عبد الله السعيد وجنبه صديق اجولا، قدامهم عمرو السوليه. على اليمين البرازيلي والاسمر اللي برقاصه سامبا خوان اليفينا او خوان بيزيرا زي ما انتوا عايزين تقولوا قولوا. شمال هحط مصطفى شلبي. مصطفى شلبي من اللعيبه اللي انا بامانه والله العظيم بجد مش تريقه، انا زعلان ان هو مشي من نادي الزمالك، مقدم مستويات جامده جدا 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 السنه دي مع البنك الاهلي. وراس حربه صريحه هاخد احمد فاروق من وادي دجله. دي التشكيله اللي اخترتها للجوله السادسه. استنوا تشكيله الجوله السابعه وقولوا لي رايكم في التشكيله دي. وبس كده، سلام.